ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ طبعا دلوقتي شفت مسلسل موضوع عائلي اللي لسه خلصان، طبعا المفروض امبارح. بس انا شفت حلقاته يعني، وحابب اقول لكم عن رايي الشخصي فيه، سواء عجبني ولا ما عجبنيش، هل هو مسلسل حلو ولا لا. كل ده دلوقتي هنعرفه في الحلقه، بس قبل ما نعرف وقبل ما نخش في الحلقه لازم نعمل حاجه لذيذه جدا. نعمل لايك، شير، سبسكرايب للشانل، اشترك على الانستجرام بيج، على الفيسبوك بيج، واعملوا لي فولو على التيك توك. ويلا بينا بقى نعرف ايه هو رأيي في مسلسل موضوع عائلي. احداث مسلسل موضوع عائلي بتركز على شخصية ابراهيم، هو وبنته سارة طبعا، وعيلته اللي هو عايش معاهم بعد احداث الجزء الاول. وبنشوف ابراهيم مشكلة ان هو جاله شوية نسيان لحاجات كتيرة احداث بتحصل له. فبنعرف ان هو عنده مرض. المرض ده ليه علاقة بالنسيان في المشكلة دي. المرض ده محتاج له عملية، فيا ترى العملية دي هتنجح ولا مش هتنجح؟ والمشكلة ان العملية دي فيها نسبة فشل كبيرة، فيا ترى العملية دي ممكن تنجح ولا لا؟ كل ده بنعرفه من احداث المسلسل. مسلسل موضوع عائلي هو مسلسل كوميدي درامي، انساني شويه، حاجات كتيره من النوع ده. مبدئيا كده، ايه الحلو في المسلسل؟ الحلو في المسلسل اداء الممثلين. يعني نبتدي بماجد الكدواني، اللي هو افضل ممثل في الممثلين دول كلهم، ومن احسن الممثلين اللي جم في مصر في الفتره الاخيره. الراجل ده بجد تمثيله جامد، ادواره الكوميديه حلوه، ادواره التراجيديه رائعه. وفي المسلسل ده مش هقول بيثبت، يعني لان هو يعني اثبت من زمان جدا ان هو ممثل تقيل، بس هو في المسلسل ده متألق كعادته يعني. محمد رضوان والثنائي اللي كان بينه والدويتو اللي كان بينهم هما الاتنين كان جامد جدا، ومشاهده الدرامية ومشاهده الكوميدية ضحكني جدا، وكان بجد حلو قوي. سماء ابراهيم كانت رائعة في المسلسل، وفكرة العياط اللي هي كانت بتعيطه كتير ده قل في الجزء التاني، ودي حاجة حلوة بصراحة يعني. طه دسوقي عجبني جدا اختياراته، وهو اضافة من ناحية الكوميديا ومن ناحية التراجيدي. كان ليه كده يعني مشهد تراجيدي كده في اخر حلقة، كان حلو الصراحة وعجبني جدا، وهو كان ممثله بشكل حلو. انما بقى رئيس كانت كويسة جدا ومثلت دور حلو، ودورها كان حلو يعني. بالنسبة بقى لبقية الممثلين اللي هم نور كانت كويسة جدا وعملت دور حلو. محمد شاهين كان كويس، مندوش مشاكل. بس مشكلتي في اللاين بتاعه ان هو ام ليس اللي هو المفروض متجوزها في الجزء التاني ما كانش ليها يعني اضافه في الكوميدي، مع ان المسلسل ضحكني جدا وعجبني جدا، والتراجيدي بتاعه كان حلو، بس الكوميدي من ناحيتها ما كانش حلو، الكوميدي من ناحيتها ما كانش لذيذ قوي. بس في الاول هو كان بوتنشال كده اللي هيبقى فيه حاجه، بس الحاجه دي مفهمناش. طب هو يعني مساهم، المفروض احنا مطلعين الشخصيه دي عشان دي يعني غازي اللي هو محمد القس اللي هو كان في الجزء الاول كان عامل شغل جامد، هو محمد شاهين. الجزء التاني بقى غلبان جدا، والمفروض الشريرة اخته اللي هي ام ليز دي ما عجبتنيش الصراحة. بس عموما انا مسلسل اوفرول عجبني، اخر حلقتين بالذات الناحية الدرامية وفكرة ماجد الكدواني في مشهد كده في اخر حلقة كان يعني حاجة انهار فيه. يا نهار بجد مشهد تقيل وجامد، وهو مثله حلو قوي، وكل الممثلين كانوا جامدين. فكل الكلام ده اخر حاجة حابب، او قبل اخر حاجة لازم نشكر المخرج الكبير احمد الجندي. احمد الجندي ده يعني مسلسل الكبير الجزء السادس، كبير الجزء الخامس، كبير الجزء الرابع والتاني. ونشكره كمان لان هو عامل، طبعا هو احسن مخرج كوميدي في مصر. الراجل ده عامل افلام جميله وايكونيك زي لا تراجع ولا استسلام، اتش دبور، طير انت، فيلم سيما علي بابا، على فكره فيلم مختلف وحلو، بنك الحظ، وقفة رجال، كل الافلام دي من اخراج احمد الجندي. والمسلسل ده فكرته واخراجه، هو فكرته واخراجه، فدي حاجه حلوه جدا وتحسب له جامد، اللي هو قدر يعملها بشكل حلو. وفي نفس الوقت وطبعا اعزائي المشاهدين، يعني لازم في حاجه مهمه جدا لما بيبقى في مشهد تراجيدي او درامي، المفروض الممثل هو بيوصل لك الاحساس، المخرج يعني هو المسؤول ان الحالة دي توصل لك. والحاجة التالتة والأهم في الموضوع أو من أهميات الموضوع
هي الموسيقى التصويرية. وبما اننا جبنا سيرة موسيقى التصويرية، فنجيب سيرة الموسيقار الكبير جامد جدا خالد القمار، اللي عامل موسيقى حلوة قوي والثيم بتاعها جامد، ومش موجودة بغرض اللي احنا عايزين مزيكا في المسلسل يا جدعان في اي حاجة، لا، مزيكا حلوة ليها شخصية بتقول حاجة، مش مجرد عشان محتاجينها، فدي حاجة تحسب جدا. وفي الاخر تقييمي لمسلسل موضوع 10، عجبني جدا، حلو قوي، انصح الناس كلها تتفرج عليه وتقول لي رايها في الكومنتس تحت، سواء عجبهم ما عجبهمش يعني. بس ده كان كل اللي عندي بخصوص مسلسل موضوع عائلي. طبعا لو عجبكم يعني الفيديو، يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للشانل، اشتركوا على انستجرام بيج وعلى فيسبوك بيج، واعملوا لي فولو على تيك توك، وباي باي.